علي بن أبي طالب كان له 11 ولد: الحسن، الحسين، المحسن، هلال، عبد الله، عبيد الله، عثمان، أبو بكر، عمر. شوفوا وصلنا إلى 11 ولد موجودين، وفيهم الحسن وفيهم المحسن وفيهم الحسين وفيهم هلال وفيهم. لم تجد راية واحدة من رايات الشيعة إلا عليها يا حسين بس. سألتش نفسك؟ لا. أهو لا، دي يجب علينا احنا نتفكر عشان تعرف التعصب مش لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعصب الحسين أخو سيدنا الحسن، بل الحسن أكبر من سيدنا الحسين. ومحسن أخوهم الصغير اللي توفى وهو صغير، وهلال ولا العباس برضه من أبناء سيدنا علي بن أبي طالب. الجميع هؤلاء يقصوا بعيدا لسبب واحد بسيط: أن الحسين بن علي رضي الله عنه لما فتح عمر بن الخطاب بلاد فارس أثر بنات كسرى يزدجر، اللي هو إيه؟ اللي هو كان ملك ساعتها، كسرى ملك الروم. أسرى البنات الثلاثة. بعد ما جاب البنات الثلاثة إلى المدينة تزوج واحدة لمحمد بن أبي بكر الصديق، والثانية لعبد الله بن عمر، والثالثة لسيدنا الحسين. أبناء ملوك بقى، فلازم أحطهم في مقامهم. سيدنا الحسين تزوج شاهنزة اللي هي بنت كسرى، اللي منها الأولاد دول ال 12 دول. منهم محمد زين العابدين بن الحسين، محمد بن زين العابدين بن الحسين، محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين، جعفر الصادق، موسى الكاظم، لغايه 12 امام، لغايه الحسن العسكري اللي بيقولوا مستخد، وهو طبعا اساسا ما كانش موجود. 12 دول ابناء بنت كسرى. لذلك اول ما تتكلم عن الائمه لا تجد ائمه عند الشيعه الا ال 12 دول. ليه؟ تعصب لبنت كسرى، أي تعصب لآل فارس وليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان التعصب لآل محمد لوجدنا أبناء الحسن يدخلوا من ضمن 12، أبناء هلال يدخلوا من ضمن 12، أبناء المحسن، أبناء عثمان، أبناء، يا رجل ده حتى عثمان وأبو بكر وعمر أولاد سيدنا علي يا دكتور سعيد، لم تجد شيعيا واحدا يسمي بهذه الأسماء. الطائفية دم يجري في أعناقها.